اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع تعلم معنا على السالب، في الحلقه رقم 15 في كورس الباور بي اي. والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي واحده من الاي اي فيجوالز او الفيجواليزيشنز او الرسوم البيانيه اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وهي اسمها ديكومبوزيشن تري او زي ما تقول شجره التفكيك. فكره ان احنا هناخد بيانات او عندنا بيان وهنفككه بشكل معين. فالنهارده ان شاء الله هتشوف حاجه حلوه قوي هتعجبك جدا، وانا متاكد ان انت هتستخدمها دايما في شغلك من بعد كده. فيلا بينا على طول دلوقتي، ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اهلا بيك يا سيدي، وتعالى بينا دلوقتي يلا نتفرج على الديكومبوزيشن تري ونشوف ايه قصه الديكومبوزيشن تري دي، لانها من الحاجات اللطيفه جدا والمهمه جدا. فكره الديكومبوزيشن تري معناها يا سيدي ان انت فكره الديكومبوزنج، يعني انت بتفكك حاجه، عندك حاجه كبيره وبتفككها وبتقعد تفككها. دي فكره الديكومبوزيشن او فكره التفكيك. فهي شجره التفكيك اللي هي الديكومبوزيشن تري، هي دي بقى اللي هي فكره الاسم دوت. فتعالى نشوف ازاي ممكن نستخدم هذا التشارت دوت، وازاي احنا ممكن نعبر عليه بحاجات حلوه جدا. وده يعتبر من زي ما احنا قلنا من الاي اي فيجوالز المهم. فتعالى نروح كده على قائمه انسيرت، تعالى نسويتش وهنروح على قائمة insert فوق. تمام، وهنلاقي هنا عندنا decomposition tree، هندوس عليها يا سيدي، هتنزل لك التري كده هنا اهو، ونفتحها كده نكبرها تبقى كده مل وهدومها لطيفة. وبعد كده يا سيدي هتيجي تبص هنا في البارامترز او الحاجة اللي بتاخدها الديكومبوزيشن تري. بتاخد ايه الديكومبوزيشن تري؟ هتلاقي بتاخد عندك analyze وعندك explain by، وطبعا التول تيبس دي اللي انت لو اي معلومات زيادة عايز تحطها فوق البيانات. بس احنا عندنا مين ليه؟ هي الانالايز والاكسبلين باي. الانالايز دي ده المترك اللي احنا عايزين نعمله البريك داون، او دي الحاجه اللي احنا عايزين نفككها، اللي هو ودوت طبعا لازم يكون قيمه. القيمه دي لازم تكون كميه، لازم تكون رقميه، ما ينفعش تحط له قيمه مش رقميه في حته الانالايز لازم انت بتحلل قيمه رقميه. اما الاكسبلين باي فهو دوت بقى اللي انت هتبريك داون او هتفكك بناء عليه. يعني الكلام ده يا سيدي، تعالى مثلا نروح على الفاكت سيل، لان الفاكت سيل عمود الفاكت سيل او يعني التيبل، قصدي الفاكت سيل هو اللي فيه معظم او هو اللي فيه كل الداتا الكميه بتاعتنا. وهنروح مثلا على حاجه زي السيلز، مثلا هناخد التوتال سيلز. فاكر الميجر اللي احنا عملناه بتاع السيلز؟ كنا عاملين احنا ميجر هنا بسم اكس بيحسب لنا التوتال سيلز، وساعتها دوت طبعا اكسكلودنج التاكس يعني. فتعالى ناخد دوت مثلا نحطه في الانالايز اللي هو احنا هنحلل هذه القيمه. هتلاحظ هنا راح هو حاطط لك هنا حاجه هنا جوه، هنا تلاقي يقول لك ايه توتال سيلز، حاطط لك هنا قيمه اسمها توتال سيلز، وقال لك التوتال سيلز بتاعتك 19,981,354. ماشي، طيب كده احنا حددنا الحاجه اللي هنعمل عليها الاناليسيس. فاضل الحاجه اللي هنعمل، طب احنا هنكسبلين بقى القيمه اللي هنا دي، هنعمل لها اكسبليننج بايه؟ how are we gonna explain it؟ هنشرحها ازاي؟ فهنروح على حاجه كنا احنا عاملينها في التيبل بتاع السيتي، تيبل الدايمنشنز بتاع السيتي، وهو ان احنا هنخلق هيراركي شبه الهيراركي اللي احنا عملناها هنا، بس تكون اكبر شويه. فانا هقول له انت هتكسبلين باي، اول حاجه هختار حاجه بشكل هيراركي وهتكون كبيره، الهيراركي بتاعتها ممكن تكون اكتر من ستيب. فمثلا هقول له الكانتري، اكسبلين باي الكانتري، وبعد كده تحت الكانتري هتحط لي السيلز تريتوري، وتحت السيلز تريتوري هتحط لي البروفنس، وبعد كده هتحط لي السيتي. هتلاحظ هنا بقى عندك هنا ايه؟ بقى عندك هنا علامه بلس كده، شايف علامه البلس دي؟ بيقول لك هنا بقى تشوز هاو تو سبليت يور داتا. عايز تسبليت الداتا ازاي؟ لما تدوس عليها هتلاقيك تختار كذا حاجه. عندنا حاجه اسمها هاي فاليو ولو فاليو، فدي انت find the field with the highest value for your metric. دي لو احنا عايزين ندور على اعلى قيمه في المترك بتاعتنا. وهتلاحظ هنا الترتيب country sales territory state province city. فلو دوست high value هيجيب لي اعلى value في القيمه اللي بعدها. بس تعالى دلوقتي for now هنقول له اول حاجه country، هتلاقي فتح لك United States، وهتلاقي كتب لك فوق هنا ايه؟ كتب لك فوق country. هتلاقي تلاحظ فوق كده هتلاقي هنا في country و United States. دوس بلس تاني وتقول له سيلز تريتوري، هتلاقيه فتح لك قال لك الفار ويست، وراح جاب لك طبعا لان احنا ما عندناش للاسف غير دوله واحده وسيلز تريتوري واحده. هندوس بلس تاني ونقول له ستيت بروفنس، هنلاقي هنا بقى ده بتتشعب. بص بقى عندك كاليفورنيا، واشنطن، نيفادا، هاواي. بقى عندك ايه؟ عندك مالتيبل سيلز تريتوري ستيت بروفنسز. لما تيجي تدوس بلس بقى من هنا هتيجي تختار سيتي، فيفتح لك السيتي كمان جوه. الله. فتيجي تبص كده دي شكل الديكومبوزيشن تري. لو انا غيرت
اي ولايه لو اخترت، لو سلكتيت واشنطن هتلاقي يجيب لك الايه السيتيز اللي جوه واشنطن. تغير دوت، يعني نحاول نكبر شويه عشان الناس يعني تشوف اكتر. كل ما انت يا سيدي هتختار هتقف على ستيت معينه، هتلاقيه راح يجيب لك ايه، يجيب لك الداتا اللي جواه، وزي ما انت شايف كده اللي هم السيتيز اللي جواه. فتقدر تقدر تبص بقى على اكنك كده بتعمل دي بقى فكره ان احنا نعمل دي كومبوزيشن. لو كان عندك اكتر من دوله كنت ممكن من بدايه الدوله تختار الدوله، وبعد كده تختار السيس تريتوري بتاعتها، وبعد كده تختار الستيتس اللي فيها او البروفنس اللي فيها، او يعني الجفرنريت اللي فيها، وبعد كده السيتيز اللي جواها. فيبقى عندك شبكه تشعبيه تقدر توصل فيها لقيمه انت عايزها بمنتهى السهوله. زي ما انت شايف هنا كده اهو. لما نيجي هنا كده هتلاقي بص اهو فار ويست، بعد كده اوريجون، بعد كده واسكو. تقدر تختار كل حاجه. طيب في بقى شويه حركات لطيفه ممكن نعملها في هذا الكلام. انا دلوقتي يعني بالنسبه لي شايف ان انا مش محتاج الكانتري، فانا ممكن اشيل الكانتري. فاهم؟ انا اقول له شيل الكانتري ليه؟ عشان انا كده كده ما عنديش غير دوله واحده يعني، فاشيلها. ممكن اسيب السيلز تريتوري عشان اوضح ان دي الفار ويست، وانا كده كده طالما الكانتري بتاعتي يونايتد ستيتس مثلا، فهو انا امريكا بس، يعني شغال في امريكا بس، فخلاص مش هشتغل على حاجه تانية، او مش لازم احط اسم الدوله يعني طالما هي مفيش غير دوله واحده انا شغال فيها. اللي هنعمله بقى يا سيدي بعد كده ان انا هجرب لك بقى ان انا هشيل السيتي، همسح السيتي من هنا، وهاجي على البلس واقول له هاي فاليو. ساعتها هتلاقي هنا هو ضاف لك هنا لوحده الكانتري. طبعا احنا عايزين نشيل الكانتري دي، ولان هو الكانتري جايه هنا في الترتيب، فانا هشيل الكانتري من الاكسبلين باي. هشيل الكانتري لان بص لاحظ حط الكانتري تحت، بعد حطها تحت السيتي هنا، فهنشيل الكانتري اصلا. وبعد كده هاجي هنا واقول له هاي فاليو، فهيجيب لي هتلاقيه معلم لك تلاقي كده في حاجه خط منقط كده. خط منقط ده معلم لك على اعلى قيمه دايما. لو جيت اخترت واشنطن هتلاقي لك اعلى قيمه، يعني مشرح الباقي كل حاجه، بس جايب لك هنا اعلى قيمه رايحه ناحيه الاعلى حاجه يعني. وهتلاقي الخط طالع دوت هنا بهذه الكيف. نفس الكلام لو شلنا السيتي وعملنا ان هو يجيب لنا اللو فاليو، هتلاقي نفس القصه، بيجيب لك دايما على اصغر قيمه تحت، ورابط لك بيها كده بايه بكاليفورنيا. تيجي تختار الاسكا هيروح برضو عامل لك على اقل قيمه. طيب هتلاحظ هنا كده ان البار دوت حجمه ماشي ازاي. يعني البار دوت لاحظ كده تلاقي كل حاجه فيها بار. البار دوت يا سيدي ليه بيعبر عن بيعبر عن فكره النسبيه. يعني ماشي بشكل ريلاتيف. يعني ايه بشكل ريلاتيف؟ يعني لو احنا شلنا السيتي وخليناها تبقى بالهاي فاليو، هتلاحظ ان اعلى قيمه بتبقى واخده البار كله، وبعد كده كل ما القيم بتنقص تلاقي بتاخد نسبه اقل من البار اللي فيه الحاجه. زي هنا كده برضه كاليفورنيا واخده الفول بار، بعد كده واشنطن واخده اولموست اقل من نص، الاسكا بعد كده وحتى بتوصل لهاواي. طيب الكلام دوت ممكن نتحكم فيه، او ممكن نتحكم فيه عن طريق ايه يا سيدي؟ ان انا هروح هنا على الفورمات يور فيجوال، هروح على فورمات يور فيجوال، وبعد كده هنزل على حاجه اسمها البارز. تنزل على البارز اللي هي دي، اللي هي البارات بتاعتنا دي. فانت هتروح على فورمات يور فيجوال، بعد كده تنزل على البارز، هتلاقي هنا في حاجه اسمها سكيل 2. هتلاقي في كذا حاجه من انواع السكيلينج، حاجه اسمها توب نوت، حاجه اسمها بيرنت نوت، وحاجه اسمها ليفل ماكسيمم. الليفل ماكسيمم دوت كده هنا نسبه ل للليفل نفسه. يعني ده كده ليفل سيتي، دي كده ليفل ستيت بروفنس، ده ليفل. فهنا الليفل ماكسيمم معناها ان انا ايه، ان انا بقارن على اعلى قيمه في الليفل اللي انا فيه. فاعلى قيمه في الليفل اللي انا فيه تبقى واخده البار كله، تمام، والباقي بيمثل نسبه منه، او بيتنسب ليها، او بيتعمل له سكيلينج عليها يعني. طيب انت ممكن تقول له طب خلاص خليها لي البيرنت نود. البيرنت نود معناها ان هي نسبه للنود اللي قبلها. ده كده يعني الستيت هي البيرنت بتاعت السيتي، هي الاب بتاع السيتي، او يعني الاب او الام بتاع السيتي، فهي دي البيرنت. فايه فالسيتي تبقى الستيت بروفنس هي البيرنت بتاعها. فانا ممكن اقول له خليها لي سكيل تو بيرنت نود. لاحظ كده اللي هيحصل، هتلاقي البارات اختلفت، فاصبح كل واحد من دول بيسكيل البيرنت بتاعه. الستيتس نسبتها بتمثل كده، اصبحت بتمثل هي نسبه من البروفنس السيلز تريتوري فار ويست. فهنا كل قيمه من دول اصبح البار بتاعها بيمثل نسبه من القيمه دي، من البار بتاع الفار ويست. مش كده؟ تلاحظ هنا حتى كاليفورنيا مبقتش واخده البار كله. هتلاقي برضو هنا حتى في السيتيز بقت كل قيمه منها عباره عن نسبه من كاليفورنيا نفسها كتوتال. فدي كده ان انا ايه، اخترت السكيلينج بتاعي يبقى بيرنت نود. هنيجي بقى لحاجه ثانيه اسمها التوب نود.
التوب نود هتلاحظ ان هي مفيش فرق كبير ما بينها، او ما حصلش فرق كبير بينها وبين البيرنت نود. هتلاحظ بس ايه، لو انت جيت بصيت كده هتلاحظ هنا هتلاحظ فرق هنا في السيتي بالذات. هتيجي تبص كده بيرنت نود، هتلاقي البار هنا كبر شويه، حاجه بسيطه. توب نود هتلاقي قل شويه. فرق يا سيدي ان التوب نود في السكيلينج بتاعه بيبقى بيسكيل كل القيم دي للتوب نود اللي هنا، اللي هو التوتال سيلز. يعني هو هنا كده بيقارن المبيعات، او بياخد كل قيمه دي ينسب البار دوت للتوتال سيلز نفسها. فاهمني؟ مش بينسب للبيرنت بتاعي ده اللي هنا. يعني الاول كان بينسب دوت للبيرنت بتاعي، دلوقتي لا، بينسب السيتي للتوتال سيلز، وهينسب الستيتس للتوتال سيلز. هتقولي بس التوتال الستيتس ما اتغيرتش لما قلبنا ما بين البيرنت والتوب. هقول لك عشان خاطر كده اصلا البيرنت بتاع الستيت هو الفار ويست، اللي هو اصلا ما فيش غير قيمه واحده للتوتال سيلز، فهو كده القيمه دي مش هتتغير. لكن اللي هيتغير هنا ان في حاله التوب نوت النسبه اللي هنا هتتنسب للتوتال سيلز. لا بص هنا صغيره ازاي، لو قلبتها لبيرنت نوت وجينا بصينا هتلاقي بص كبرت شويه. ليه؟ لان هي بقت متنسبه لكاليفورنيا دايركت. فكده يا سيدي ده الفرق بين السكيلينج ده مهم جدا، لان انت امتى تستخدم كل واحد. يعني انا بستخدم البيرنت نوت في حاله ان انا عايز ابني علاقه تراكميه على كل بيرنت، يعني كل واحد نسبه من اللي قبليه اللي فوقيه على طول. لما بختار التوب نود دي لو انت عايز تشوف يعني جلوبال بيكتشر اكتر، او تشوف صوره كامله اكتر، ان انت بتشوف كل جزء صغير بيساهم قد ايه في الجزء الكبير كله، نسبه مساهمته في الجزء الكبير كله قد ايه. فدي لو انت عايز تشوف ايه المساهمه في الاوفرول، يعني في الصوره الكامله زي ما بيقولوا. اما لو انت عايز تقارن موضوع لوكال، يعني اللي هو كل واحد يشوف اللي تحته بس، او نسبته اللي تحته بس، ودي في الحاله الهرميه الهيراريكال العاديه، فساعتها ايه تعملها البيرنت نود. ليفل ماكسيمم لو مفيش علاقه، او انت مش فارق معاك ان يبقى في علاقه ما بين كل نود والتانيه، يعني ما بين النود دي والنود دي مش فارق معاك يبقى في علاقه ما بينهم. انت بس عايز تشوف العلاقه، الارتباط بس ما بينهم، يعني دي مجرد مرتبطين بده، اللي هو ده جوه ده، لكن ما فيش علاقه نسبيه ما بين الاثنين. فدي الجزئيه بتاعه البورس. في حاجه تانية برضو تقدر ان انت يا سيدي في التري نفسها هنا بيبقى يديلك السيتنجز بتاعتها. ممكن تخليها ديفولت، ممكن تخليها دنس كده تقربهم من بعض كده اسمها دنس، وممكن تخليها سبارس وسعين قوي، ممكن تخليها الديفولت بتاعها قريبين من بعض على حسب اللي انت عايزه. يعني انا الدنس عشان خاطر توفر مساحه. ديفولت اكشن فلتر هقول هايلايتس، ان انت بتفلتر وتهايلايت او تكولابس. طبعا سيبها على فلتر هايلايت احسن، ما تخليهاش كولابس يعني. كونكتورز هي ده طبيعه اللاين اللي بيكونكت، ما فيهوش قصه يعني. لكن هنا بقى ممكن تيجي يا سيدي وتروح حاطط كونديشنال فورمات. كونديشنال فورماتنج هنا لطيف جدا ومهم جدا، بس انت تستخدمه طبعا بحرص. يعني تستخدمه بحرص، يعني تقول تستخدمه بناء على انت هتحسبها ازاي. يعني لو انا عامل البارز بتاعتي ان هي تبقى ليفل ماكسيمم ولا توب نود ولا بيرنت نود، فانا عاملها مثلا توب نود، او بلاش توب نود اخليها ليفل ماكسيمم يعني. وساعتها تقدر بقى تست الكونديشنال فورماتنج بتاعك. هنفعل داتا بار كولر وندوس على الاف اكس، وساعتها تقدر تحط كونديشنال فورماتنج ان انا مثلا او توتال سيلز اهو، اختار الكولر مثلا ان انا يبقى اصغر كولر عندي هيبقى نقول له مور كولرز، وهنختار اصغر حاجه الاحمر ريد، وهنخلي اعلى حاجه تبقى الاخضر، تبقى كده من الاحمر للاخضر. طبعا هنا لازم تحط مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو، تحط قيمه قليله وقيمه كبيره. فانا مثلا هحط على سبيل المثال مثلا من اقل قيمه صفر مثلا، او بلاش صفر، اقل قيمه مثلا 100,000، واعلى قيمه مثلا 5 مليون، وادوس اوكي. هتلاحظ طبعا دول كلهم تحت ال5 مليون، فكلهم محمرين. فطبعا لازم تاخد بالك من السكوب. يعني هنا طبعا ان انا عامل القصه دي، فطبعا دي نسبه يعني اللي هو القيمه ده 269,560، فده بعيد جدا عن 5 مليون. هنا 8 مليون 849، فهنا دي اعلى من 5 مليون عشان كده اخضر. هنا الاخضر الدنيا بتقل شويه. فلو انا السكوب بتاعي في ان انا عامل كونديشنال فورماتنج على الستيت بروفنس، فتمام الدنيا ماشيه كويس. لو انا عامله هنا طبعا باظ، يعني لان هنا طبعا ارقام اقل بكتير في السيتي، مفيش حاجه جايبه ناحيه ال5 مليون خالص جوه كل مدينه. ولكن لو انت السكوب بتاعك انك تبص على الستيت يبقى تمام. فطبعا السكوبنج بتاعك وانت حاطط البار بتاعك فين، ازاي مسكيله ازاي،
والصفر في الكونديشنال فورماتنج، انت متارجت مين في الكونديشنال فورماتنج، يعني انت عايز تطبقه على انهي حاجه. اتمنى الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك، وما تنساش ان انت يا سيدي تروح على عساد.com دايما عشان خاطر تشوف احدث الكورسات اللي موجوده عندنا والحاجات اللي موجوده دايما عندنا عامله ايه وايه الجديد. ولو في كورس جديد في الباور بي اي او في البيزنس انتليجنس بص عليه اذا كان متسجل او حتى موجود في محاضرات حضوري، فروح على عساد.com دايما كل مره عشان تعرف ايه الجديد. وطبعا ما تنساش لو عايز تدعم القناه بتاعتنا هتلاقي تحت نقاط دعم كتير، او على الاقل اعمل لايك سبسكرايب عشان خاطر دايما يجي لك الجديد ان شاء الله باذن الله، وتدعمنا في ان احنا ان شاء الله نفضل مكملين. واشوفك على خير.